عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. وزي ما اتعودنا دايما أحب كل فترة أعمل فيديو مميز، فيديو مختلف عن الفيديوهات اللي عملتها قبل كده. كان في فيديو عملته في قناتي القديمة مع جوجو، عملت معايا لقاء، فما كانش لازم أعدي الفرصة دي إن أنا لازم جوجو تعمل معايا لقاء وتسألني أسئلة. في أسئلة محرجة جوجو، بس مش مشكلة هرد عليها. ودي يعتبر أول لقاء بيني وبين جوجو في القناة الجديدة. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى تقولوا تعليقاتكم بمنتهى الصراحة، وطبعا ما تنسوش إن احنا هنكمل بكرة بمشيئة الرحمن الحلقة الرابعة من مسلسل حياتي. يلا بينا نشوفوا جوجو هتقول لي إيه. السلام عليكم أهل البيت الكبير، معاكم جنة جوجو ومعاكم كمان البرنس. اهلا بيك يا جوجو واهلا باهل البيت الكبير. يلا بينا نشوف هتسالينا ايه بقى يا جوجو النهارده. طبعا مبروك، أولا مبروك للقناة الجديدة، مبروك للقناة الجديدة. ثانيا بقى أنت سبت القناة القديمة ليه؟ كانت حلوة أوي. اولا جوجو، الله يبارك فيكي وربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. القناه القديمه اللي انا بعتها وانت بتقولي كانت حلوه قوي، ربنا يخليكي ليا يا جوجو، دي شهاده اعتز بيها. لكن يا جوجو في حاجات بتبقى خارجه عن اراده البني ادم. انا كنت وعدت وعد وكان لازم اوفي بيه، فعشان اوفي بالوعد ده كنت محتاج فلوس، فما لقيتش السكه قدامي غير اني اضحي وابيع قناتي عشان التزم بوعدي. والحمد لله رب العالمين، ولو ان في الاخر حتى بيع قناه والتزام بوعدي ما نفعش، بس مش مشكله، المهم ان انا التزمت بوعدي وضحيت بقناتي. وان شاء الله بمشيئه الرحمن القناه دي تنجح، بمشيئه الله تنجح بيكم يا جوجو. هل القناة الجديدة هتنجح زي القناة القديمة؟ بمشيئة الله يا جوجو، ما دام في قناة نجحت يبقى أكيد ممكن قناة تانية تنجح، مش شرط يعني بدل في نجاح يبقى أكيد القناة الجديدة هتنجح زي القديمة. الرك على مجهودي واستمراريتي وإرادتي والعزيمة والإصرار والأمل والثقة في الله سبحانه وتعالى. فأنا بمشيئة الرحمن هبذل كل جهدي إن القناة دي تنجح وتعجبكم زي القناة اللي بعتها. إن يا برنس دايما متألق. حبيبي يا جوجو، لا التألق مش شطارة مني، ولا سر التألق إن كان في تألق يعني، حضراتكم اللي أضرب ده نتيجة تحفيزكم وتحميسكم ليا ووقوفكم في ظهر أهل البيت الكبير والمتابعين على اليوتيوب. من التعليقات، من لما بتزيد نسبة المشاهدات، ده بيدي إن البني آدم يحاول يطلع أحسن ما عنده. هو ده السبب بس، وكفاية جوجو معايا يعني. إيه خطتك بقى في القناة الجديدة؟ خطتي في القناة الجديدة جوجو إني أولا مش هبعد عن نفس المسار يعني اللي كان في القناة القديمة. أنا لسه ما عملتش فيديوهات تحفيزية للمتابعين، لكن إن شاء الله الفرق هيبقى إن القناة القديمة كانت كلها أو معظمها فيديوهات تحفيزية. لا، هبتدي أنوع في القناة دي. في أنا بعشق موهبة مش عندي موهبة ما بقصدش يعني، بتكلم بحب ألف الأغاني، بحب أغني. دي حاجة ليا لنفسي انا، واعملها لليوتيوب والبيت الكبير، مش عاملها لحاجه تانية يعني. وباخد رايكم فيها. ان شاء الله المسلسل اللي عملته، وفي ان شاء الله بجهز لحاجات تانية جديده في القناه الجديده عن شخصيات عشان شبابنا يعرفها في العصر الحديث كمان. ابتدي اعمل جولات، هعمل جولات، بس مستني، بحب اجهز كل حاجه. القناه هتبقى متنوعه، مش هتبقى ثابته في حاجه واحده. كل فيديو وهيبقى له طبعه
وميزته، وان شاء الله ربنا يكرم واقدر اسعد جمهوري واقدر افيدهم قبل اسعادهم بمشيئه الرحمن. أغنية مشيتي ليومك حضرتك تغنيها لي؟ على الصبح كده. ماشي يا جوجو، من انا ما اقدرش ارفض لك طلب يعني، بس عشان الناس ما تملش، بس ماشي على السريع كده. مشيتي وين والمن خلتيني، مشيتي وين وانتي نور عيني، مشيتي وين وقلبي شريكي، مشيتي وين وقلبي نفديكي، مشيتي وين والمن خلتيني، مشيتي وين والمن خلتيني، مشيتي وين وانتي كل حياتي، مشيتي وين وما حاسة بقهاتي، سهران الليل وقلبي يناديكي، رد عليه والله حرام عليكي، سهران الليل وقلبي يناديكي، رد عليه والله حرام عليكي، مشيتي وين والمن خلتين. الناس ملهاش ذنب يا جوجو، وبعدين أنا لسه الصبح يعني سامحوني بقى. بس ما اقدرش ارفض طلب لجوجو. البيت الكبير بيشجعوك في قناة جديدة؟ اكيد يا جوجو، انا بقولها بمنتهى الامانه والصراحه، لولا اهل البيت الكبير انا ما كنتش فتحت قناه تانيه برضه. خليني صريح معاكم، لولا اهل البيت الكبير دعمهم. الفتره الاخيره انا انشغلت وقصرت لظروف، واكيد هم حاسين بيا وعارفيني. لكن انا لولا اهل البيت الكبير انا ما كنتش فتحت قناه تانيه، بالعكس. اهل البيت الكبير بيشجعوني ودايما في ظهري، ودي عاداتهم وده طبعهم. اهل البيت الكبير، البيت الكبير. هل بقى في أغاني بقى في الطريق الماشية الجديدة دي؟ رديت على السؤال ده قبل كده لما قلت لي القناه هتختلف عن القناه القديمه. ان شاء الله في اغاني، ومجهز اغاني جديده وهتنزل بمشيئه الرحمن. ما هتفضل موجوده يعني، موضوع الاغاني سواء هنزلها في شورتس او هنزلها فيديوهات طويله، موجوده اغاني جديده وبالف اغاني جديده. ايه الشياكة الحلوة دي؟ في حب بقى جديد ولا ايه؟ حبيبي يا جوجو، الشياكه لا شياكه ولا حاجه والله، بالعكس. ده انا مبهدل في نفسي حتى الفتره الاخيره دي. لكن انتوا عشان عينيكوا حلوه، فدايما شايفين ان في شياكه يعني، لكن انا مش شايف ان في شياكه ولا حاجه، بالعكس. انا متبهدل الفتره الاخيره دي. ربنا يخليكم ليا يا جوجو، وربنا يخلي لي اهل البيت الكبير اللي دايما بيحمسوني وبيحفزوني وبيخلوني بقدر الامكان اطلع بصوره حلوه. حب جديد. ليه الاحراج ده يا جوجو؟ فبلاش السؤال ده، خليها كده بيني وبين نفسي. ولا اقول لك، هبقى اقولها لك بيني وبينك يا جوجو. معلش بلاش السؤال ده يا جوجو. شياكتك انت، ايه رأيك في شياكتي انا؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا جوجو، انا مين عشان اقول رايي في الجمال والقمر ده؟ ربنا يحميكي ويحفظك ويبارك فيكي ويخليكي لبابا وماما ويخليكي ليا. ربنا يعزك يا جوجو، انتي قمر. انتي مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني، نمسك الخشب، مش عايز احسدك. انت حبيبي يا جوجو، ورايي هيبقى مجروح فيك لان انا بحبك قوي وبعزك قوي قوي قوي. انت حبيبي. شكرا يا برنس، وشكرا لأهل بيت الكبير. الشكر ليكي انت يا جوجو، وربنا يخليك يا رب ويبارك فيك، وانا متشكر جدا على الفيديو الجميل ده. وان شاء الله نعرف تعليقات المتابعين على الفيديو، وعايز معظم التعليقات بقى قولوا لي ايه رايكم في جوجو وفي اسئلتها. سيبكم مني، انا عايز رايكم في جوجو، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. حيوا جوجو، وربنا يخليها ليا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع ابراهيم مسعود وجوجو. سلام.